السلام عليكم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. كنتمنى كلكم تكونوا بأحوال جيدة نتوما والأحباب ديالكم يا ربي. جبت لكم واحد الطويجين اللي ساهل ماهل بنين بنين بزاف، ما تشبعوش منه. كيجي معلك والصراحة بسيط بزاف، وبسرعة كيوجد أنه عملي، وبسرعة كيوجد يقدر أي واحد فيكم ينوض يوجده، سواء الدراري ولا البنات. هاد الطويجين صراحة راه كيجي لذيذ. بلا ما نقوي معكم ندوزو مباشرة شنو غادي نحتاجو. اول حاجه غادي ناخذ طاجين وغادي نحك فيه المطيشه. بالنسبه للمطيشه انا درت 4 ديال المطيشات كبار، وانتم كيبقى لكم الاختيار. هنا من بعد ما حكيت المطيشه غادي ناخذ واحد البصله متوسطه اللي غادي نحكها كذلك، كتعطي واحد المذاق اللي زوين بزاف للطاجين. تقدروا تحكوها وتقدروا تقطعوها طريفات صغار او تشلضوها وديروها مع المطيشه، راه يعني نفس النتيجه في الاخير، لكن انا كنفضل نحكها كتجيني احسن. صافي هنا من بعد ما حكيت البصله غادي ندوز ندير واحد الكميه كثيره ديال القزبر ومعدنوس من بعد ما قطعتهم طبعا. كما تشوفوا معايا طاجين اللي بسيط، ما درتش فيه شي حاجه اللي هي كثيره، صراحه كيجي لذيذ بزاف. واهم حاجه انه يعني بسرعه كنوجدوه للاطفال ديالنا ولا العائله ديالنا، ولا الا كنا خدامين بسرعه نجيو نحضروا هاد الطويجين اللي بسرعه كيوجد. بالنسبه للعطريه غادي ندير شويه الخرقوم، شويه الابزار، شويه ديال التحميره. هنا غادي ندير واحد ربع ملعقه من الكمون. هنا طبعا الملح على حسب الذوق. صافي هنا غادي ندير واحد شويه ديال الزيت نباتيه او زيت العود. وهنا غادي ندير واحد راس معلقه ديال السكنجبير. صافي هذه هي العطريه اللي غادي ندير. وغادي ندير واحد شويه ديال السودانيه اللي كتبقى اختياريه، اللي كيبغيو الحار او انكم تقدروا ديروا الهريسه. صافي هنا من بعد ما درت العطريه كامله غادي ناخذ الثومه. تقريبا هنا خديت واحد 4 الفصوص ديال الثومه اللي غادي نحكهم. هنا غادي ناخذ الكفته. بالنسبه للكفته غادي ندير ليها شويه ديال القزبر معدنوس، شويه ديال الثومه، شويه الكمون، شويه ديال التحميره، شويه الخرقوم ومليحه طبعا. صافي غادي نخلطها مزيان وصافي كتكون هكا الكفته واجده معنا باش نكوروها نديروها من فوق الطاجين. هنا الطاجين غادي ندوز نحركو مزيان. انا كندير كل شيء هكا دقه واحده. من بعد كنشعل على الطاجين وتنخليه يطيب على المهل ديالو. بهذه الطريقه صراحه ساهله افضل من اننا نبقاو نديرو بالحاجه بالحاجه، كتشد لينا اليد وكياخذ لينا الوقت. صافي هنا من بعد ما حركت هاد الشيء مزيان غادي ناخذ البطاطا اللي كتبقى اختياريه. انا كتعجبني الخضره مع الكفته. الا ما كتبغيوهاش يعني مع الكفته تقدروا ديروا غير هاد لاصوص هذا مع الكفته، كيجي حتى هو لذيذ بزاف. صافي هنا غادي ناخذ البطاطا من بعد ما غسلتها ونقيتها، غادي نقطعها الى دوائر ونحاول نستفها في الطاجين. المهم انها تجيني مقاده. صافي انا بالنسبه لكميه البطاطا كيبقى لكم الاختيار. انا درت هنا 3 ديال البطاطس كبار اللي قطعتهم الى دوائر. تقدروا ديروا الخضره اللي عندكم ما كاينش مشكل. هنا غادي ناخذ الفلفله الحمراء اللي غادي نقطعها كذلك الى دوائر، اللي كتجي صراحه زوينه في هاد الطاجين وكتجي لذيذه مع الكفته.
صافي هنا من بعد ما قطعت الفلفلة إلى دوائر، غادي نحاول هاكا نستفها في الجانب ديال الطاجين، ونخلي داك الوسط ما نديرش فيه الفلفلة حمراء، حيت غادي نعاود نقطع الفلفلة خضراء ونديرها في الوسط، كتجي صراحة واحد المنظر اللي زوين بزاف. ودائما التزيين كيبقاو افكار، يعني لكم الاختيار تزينوا بالطريقه اللي بغيتو، تستفوا الخضره بالطريقه اللي حبيتو، ما كاينش مشكل. صافي هنا غادي ناخذ الفلفله الخضراء اللي غادي نقطعها كذلك الى دوائر ونحطها هكذا في الوسط باش كتعطيني واحد الشكل اللي زوين. هنا غادي ناخذ الكفتة، غادي صافي نشكلها الى كويرات صغيرة، صافي ونحاول نستفها في الطاجين. انا كندير كلشي في دقة واحدة، كندير الخضرة، كندير الفلفلة، وكندير حتى الكفتة. صافي وغادي نغطي عليه ونردو يطيب على العافية، تكون مهيلة. طبعا ما كياخذش منا واحد الوقت اللي هو طويل، 20 دقيقة تيكون هاد الطويجين واجد معنا. صافي هنا من بعد ما ستفت الكفتة غادي ناخذ واحد الطريف ديال الحامض اللي غادي نديروه هكا من الفوق، طبعا غير كتزين. صافي هذا هو الطويجين ديالنا تيكون واجد، نردوه هنا على عافية ميلة لمدة 20 دقيقة وتيكون واجد معنا الطويجين. نعاود نتلاقى معكم باش تشوفوا الشكل النهائي كيفاش كيجي. وهذا هو الطويجين ديالنا من بعد ما طاب وجد. شوفوا معايا كيفاش كيجي، صراحه كيجي لذيذ بزاف، كيجي معلك ما تشبعوش منه، واحد الرويحه طالعه منه ما نعاودش لكم. كنتمنى انكم تجربوه، العائلات ديالكم الاطفال ديالكم، راه كيجي صراحه لذيذ وخفيف في نفس الوقت، واهم حاجه انه بسرعه كيوجد. كنتمنى الفيديوهات اللي درت معكم تعجبكم، ودخلوا القناه تدعمونا باللايك والاشتراك في القناه، وتخليو لنا شي كومونتير زوين الى عجباتكم المحتوى اللي كنقدم لكم بشكل يومي. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.